يعني من أسباب يعني الأسباب اللي أدت لخسارة ريال مدريد أمس كان هدفين لقاهم بسرعة جدا، يعني في ظرف 3 دقائق. في ليفاندوسكي حفوتين من الدفاع سجل هدفين. هذه هي اللي يعني سببت يعني ضرب كبير للفريق، لأنه هدفين في 3 دقائق شيء قوي جدا، يعني إنك تتقبل هدفين في 3 دقائق على أرض على ملعبك في شوط تاني. في بداية الشوط الثاني ما كان مضى إلا 10 دقائق تقريبا، فكانت صدمة كبيرة جدا. وما طلعوا منها لين جاء الهدف الثالث. مندي، يعني احنا نقول مندي السنة اللي فاتت لا تجيبوا الفونسو ديفيز، لا تجيبوا الفونسو ديفيز، مندي كويس، مندي كويس، مندي كويس. بس انا مندي ما عايزك تقدم لي مستوى قدام مايوركا وقدام ما عارف شنو الفروق التعبانة دي. في مباراة زي دي الحالة اللي يعني عايزك فيها ان انت تقدم لي فيها مستوى عالي جدا. انا عايزك في المباريات دي، في المباريات التانية عادي خبط زي ما داير، لكن في مباراة زي دي انا عايزك. يعني الهدف الاول بتاع ليفا، يا اخي انت كاسر التسلل يعني واقف براك، حرفيا واقف براك والدفاع كله هناك. يعني سوء تمركز جدا. وفي الهدف الثاني بعده قلوب الدفاع ميليتاو، يا ميليتاو ده بيريز لازم يتحرك في الشتوية ويجيب لاعبين قلوب دفاع ويجيب باكات، لأنه أنت ممكن تلعب في باسكيز باك، باسكيز أصلا هو لاعب نص، فلازم تجيب باك. حتى مندي لازم تجيب له باك عشان يحس إنه في منافسة ويحس من مستواهم. فبس من أسباب الخسارة إنه ريال مدريد تلقى هدفين بسرعة جدا ورا بعض في 3 دقائق بسبب أخطاء دفاعية بدائية جدا.